او الزمالك او الاسماعيلي او انبي. في نفس الوقت الحقيقه هنتكلم على موضوع تاني خاص بالتراس الزمالك والتصرف الاخير الخاص بالوايت نايتس واغلاقه لوزاره الرياضه. ماذا عن استعدادات منتخب الشباب لبطوله العالم بتركيا؟ ولكن ايضا معانا النهارده سياده اللواء احمد نصر رئيس الاتحاد المصري للبولينج. هنتكلم عن بطوله سيناء الدوليه للبولينج، منتخب مصر للبولينج، الاستعداد لهذه البطوله. سبق وشارك المنتخب في هذه البطوله فيما سبق، اقوى الفرق اللي ممكن تكون تنافسنا في هذه البطوله، وخاصه انها جايه في توقيت احتفالات مصر باعياد سيناء. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الاعزاء سياده اللواء احمد نصر رئيس الاتحاد المصري للبولينج. اهلا بيك معنا سياده اللواء. اهلا بيك. وايضا بالسادة يكون موجود معايا كابتن احمد عفيفي نجم المقاولون العرب السابق. اهلا بيك معانا، وحضرتك دايما بتنورنا في ساعه صباح. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضراتكم. واحمد هتبتدي كوره ولا تبتدي بولينج؟ يعني لا يعني احمد بيه معانا على طول، فخلينا نروح للسياده الاول بدايه كده ونشوف ايه موضوع بطوله. ناس كتير الحقيقه بتحب لعبه البولينج ودايما بتنصب يعني كل يعني عيوننا على كرة القدم، ولكن في لعبات الحقيقة ممكن نحقق فيها كمان نتائج كبيرة، فده بيبقى دورنا في يسعد صباحك. بداية عايزة أعرف أخبار البطولة إيه؟ استعدينا إليها إزاي؟ خاصة أنها يعني بتحمل لقب سينا أو اسم سينا أعز بقعة في مصر. هو طبعا حضرتك زي ما قلتي هي البطولة جاية في توقيت ذكرى الاحتفال بعودة سينا الحبيبة إلينا، وأنا في الحقيقة بنتهز الفرصة دي إن أنا بهني الشعب المصري وبهني القوات المسلحة، بهني أهالينا في سينا على هذه الذكرى العظيمة اللي إحنا بنخلدها دايما، خصوصا في الوقت ده والبلد خصوصا طبعا في الوقت ده. البطولة دي بتتعمل حضرتك للمرة ال15 في هذا التوقيت كل سنة. التوقيت دوت متصدى عليه من الاتحاد الدولي من الاتحاد الاسيوي، لان احنا بنلعب تبع الاتحاد الاسيوي، والتوقيت دوت ما يقدروش يحركوه. هي البطوله كل سنه تقام في سينا؟ لا، هي ما بتقامش في سينا. لان احنا علشان نعمل بطوله في سينا فاحنا محتاجين ملعب كبير لبطوله دوليه. للاسف طبعا هو الملاعب اللي موجوده سواء في جنوب سيناء او في شمال سيناء ما بتسمحش ان هي تستوعب العدد الكبير من يعني اللاعبين. هي بتحمل لقب سينا؟ هي بتحمل لقب سينا، بتقام في المركز الدولي للبولينج التابع للقوات المسلحه في القاهره. تمام، يعني هي تحمل اسم بطوله سيناء ولكن هي تقام في القاهره في المركز الدولي للبولينج. بالظبط. خلينا نتكلم برضو ونكمل في البولينج شويه قبل ما نروح لدكتور احمد، لان طبعا هياخدنا في موضوعات كثيره خاصه بالكوره. الفرق المشاركه في هذه البطوله يا ترى استعدادكم ليها ايه؟ اقوى الفرق اللي ممكن تكون بتنافس مصر؟ خلينا نعرف تفاصيل. هي البطوله بطوله فرديه مفتوحه بيشارك فيها كل لاعبي العالم من حقهم المشاركه في هذه البطوله. احنا وجهنا الدعوه لكل دول العالم، ولكن طبعا في دول اعتذرت وفي دول الجنسيات المشاركه ايه يا سياده اللواء؟ الجنسيات اللي موجوده معانا جميع الدول العربيه موجوده ومشاركه، لان هم بيحبوا ان هم يشاركوا يعني بيفرحوا معانا بعوده سينا. متواجدين كمان في مصر. بالظبط. في عندنا في لاعبين من انجلترا، في من استراليا، في من تايلاند، في من الفلبين، في ماليزيا، في ابطال عالم طبعا. في ابطال عالم موجودين، يعني تايلاند في لاعب الاول على العالم بالنسبه للرجال، وكان الاول على العالم بالنسبه للشباب، لاعب اسمه يونا بون دوت موجود. في لاعب امريكي تيم ماك، في لعيبه كتير من. اتوقع ان تكون بطوله قويه ان شاء الله. طبعا هي ان شاء الله هتكون بطوله قويه. بالنسبه لاستعدادات المنتخب المصري، يمكن احنا على طول السنه موجودين في معسكر مفتوح، تدريب يوميا لمده 4 ساعات، يعني ونتمنى ان احنا نحقق مستوى كويس. انا عاوز اروح سريعا لكره القدم طبعا. كابتن احمد عفيفي، يعني الحقيقه الموضوعات كثيره ومش عارف ابدا منين. هل نبدا من المباريات الافريقيه اللي بنستعد لها؟ الاهلي يوم الاحد، الزمالك يوم السبت، وايضا الاسماعيلي وانبي، ولا تحب نبدا من تصرف الالتراس الاخير، التراس وايت نايتس
الزمالك امام وزاره الرياضه؟ الاختيار لحضرتك. يعني خلينا نبدا بالحاجات الايجابيه. نبدا بالايجابي الاول. بالايجابي الاول وبعدين نخش في الحاجات اللي عايزه تقويم. نبدا بالزمالك عشان الزمالك يوم السبت بس والاهلي يوم الاحد. كابتن احمد، انا عايز قبل ما ابدا الحقيقه عايز ابعث برساله من القلب للشعب المصري وقواته المسلحه زي ما السيد اللواء احمد قال، الحقيقه من القلب حقيقه، ونهنئه بعوده سينا الحبيبه الى ارض الوطن اللي نتمنى ان احنا نحافظ عليها ونعمرها عشان تضيف للاقتصاد المصري في المرحله القادمه ان شاء الله. مش عاوز اعلق عشان هقول لك وان كانت سينا بجانب التهنئه القلبيه السنويه المستمره لاهل سينا، سينا في حاجه الى نظره، سينا في حاجه الى خروج الملف من الادراج، سينا في حاجه الى اقول تفاصيل ولا ما بعدش عن انا بضم صوتي لصوتك. في حاجات كتير، في حاجات كتير. خليني ما بعدش لان ممكن نتكلم في ده تفصيل. الايام اللي جايه كلها ايام سينا والعائلات اللي جايه كلها سينا. خليني ارجع لكره القدم واستعدادات نادي الزمالك لمباراه يوم السبت امام فريق سان جورج الاثيوبي. هل في تصورك الزمالك قادر على تخطي هذه العقبه في دور ال16؟ استعدادات كابتن فييرا وفريق الزمالك ايه لهذه المباراه؟ كابتن احمد، الحقيقه ان الزمالك في الفتره دي بيشهد صحوه رائعه، يمكن بيحقق العلامه الكامله في الدور الاول في الدوري المصري، بيصعد على حساب الفريق الكونغولي لدور ال16 بمنتهى القوه. ولكن برضو عايز اقول لحضرتك ان حصل برضو في المباريات الافريقيه في الفتره الاخيره وخاصه الفريق الكونغولي انه تعادل سلبيا هناك وحقق 1-0 هنا. لكن الحقيقه لدرجه ان الكابتن فييرا يمكن عينيه دمعت لما الزمالك صعد في دور ال16، فنتمنى ان هو يصعد ان شاء الله لدور الثمانيه على حساب الفريق الاثيوبي في المرحله اللي جايه. نتمنى بالتاكيد. نتنقل للاهلي بقى والماتش اللي بيستعد له في تونس. حضرتك شايف او متوقع ايه؟ انا اتوقع ان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه، ولكن في مشكله الحقيقه يجب ان احنا نتحفظ ونبقى متحسبين، لان يمكن النادي الاهلي كان بيلاعب النجم الساحلي في نهائي كره اليد، والجماهير التونسيه اقتحمت صاله الملعب وحصل ضرب شماريخ وكان في احتكاك بين الجماهير النادي الاهلي وجماهير تونس. فالنهارده البنزرتي عايز يلعب المباراه في مدينه بنزرت، والاتحاد التونسي عايز يلعب في رادس العاصمه. ففي خلاف الى الان لم يحدد مكان اقامه المباراه حتى هذه اللحظه. فانا اتمنى، يمكن سيد عبد الحفيظ سبق بعثه النادي الاهلي وراح هناك ترتيب الامور بيقول ان الامور غير مستقره، بيقول ان في شحن جماهيري زائد ضد النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. الغريب في الامر ان القنصل المصري السفير محمد محمود، القنصل المصري اللي موجود في تونس، بيقول كلام عكس هذا تماما، بيقول لك ان الخلاف ده مش غريب يا فندم، ده بيحصل في سفارات البلاد. يعني دايما السفاره بتعكس رؤيه غيرنا ودايما بتساعد بالشكل مش اللي احنا بنتمناه لحد النهارده. هو يستفيد من ايه كابتن سيد عبد الحفيظ انه ينقل صوره مغلوطه مثلا؟ لا، ما هو المشكله هنا ان هو بيسبق البعثه لترتيب الامور يعني. عشان كده يا كابتن احمد انا بقول يجب على المسؤولين المصريين ومسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي الاتحاد الافريقي ان هم يخلوا بالهم تماما، لان النادي الاهلي رايح في شحن جماهيري نتيجه مباراه كره اليد. احسن ان هم يلعبوا في رادس، برغم ان انا عارف ان رادس دائما وشها حلو على الاهلي، ده مش اول مباراه تلعب في رادس، ولكن ايهما اخطر يعني اللعب في رادس ولا ان هم يلعبوا في بنزرت ارض نادي بنزرت؟ انا رايي ان هم يلعبوا في رادس بعيدا عن جمهور بنزرت عشان ما يحصلش هنا تجاهل نقطه زي دي. يعني في حد قام بدوره دور ايجابي وراح يستكشف الامر وما الى ذلك، ولحد دلوقتي مثلا ما نلاقيش رد كافي من القنصليه من السفاره اتخاذ قرار. هل احنا بصدد مشكله بعد كده نرد عليها برد فعل ولا ناخد خطوه استباقيه؟ الحقيقه انا بفضل الخطوه الاستباقيه، ويمكن معالي القنصل محمد اكيد كلنا اي عاقل يفضل ذلك، ولكن حضرتك تتوقع ايه؟ لا سؤالي تتوقع ايه؟ يعني هل شايف الاحداث في مسار هيحصل خطوه استباقيه ولا كالعاده هنسيب الامور لحد ما تحتدم؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هو بالفعل القنصليه المصريه عشان نديهم حقهم برضه هم خاطبوا وزاره الداخليه التونسيه هناك بالفعل، وحصل نقاش وقالوا ان الامور امنه في بنزر. ولكن يمكن سيد عبد الحفيظ بقى يعني بيقلقنا احنا ولا ايه؟ حضرتك بتقول ان هم بيقولوا ان مفيش حاجه. يعني انا النهارده معنى ان انا اخاطب الداخليه التونسيه معناه ان عندي معلومات مؤكده ان بعثه الاهلي قد تكون في خطر حال وصولها الى بنزرت. صح الكلام؟ انا عايز هنا الكلام يعني يغالط نفسه. لا هقول لك يا كابتن احمد حاجه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ثورات الربيع العربي اللي حصلت في تونس وليبيا ومصر الى الان، خلينا واقعيين عشان نجرد الامور ونصل الى الحقيقه دايما.
الى الان في هزه في هيئات الشرطه اللي موجوده في البلاد. تمام. فخلينا واقعيين. لا، بعثه النادي الاهلي محتاجه تامين، لا محتاجه تامين، محتاجه مراجعه الموقف، ولكن هو بيقول لك اجراء روتيني ان هو خاطب وزاره الداخليه، وزاره الداخليه قال له لا احنا قادرين ان احنا نامن. يعني احنا نتمنى ان هم يامنوا هذه المباراه، ونتمنى انها تعدي على خير، لان انت عارف دائما مباريات المغرب العربي فيها كده حساسيه خاصه مع مصر، فنتمنى ان يعني في اعقاب الثوره، انا حاسس الثوره قربتنا ما بعدتناش واصبحت النفوس اهدى شويه، لكن مساله الشحن قبل المباراه في هذا التوقيت قد تكون فيها خطوره كبيره على وجود الاهلي وخاصه في بنزرت. عشان كده كابتن احمد احنا عايزين نراجع المواقف بقى الحقيقه، والنادي الاهلي اكتفى السنه دي، ونعيد تاهيل الجماهير كره القدم بشكل او باخر من خلال وسائل الاعلام. انا خاطب اقول لهم ان الرياضه مش اساسها التعصب، وان انا امارس. يا فندم حضرتك بتتكلم عن وسائل الاعلام وانا مش عايزه ادخل في الموضوع ده، خليني اقفل الموضوع ده. لا اقول لك ليه، لان في وسائل الاعلام الرياضي تحديدا مش كلهم بعضهم بتساعد في التحفيز اللي احمد قال عليه، بالعكس يعني بيبقى لها دور سلبي اكتر ما هو ايجابي بشكل كبير. عارفه ليه حضرتك؟ انا هقولها بصراحه كده، لعدم احترام مبدا التخصص. يعني بتلاقي حضرتك معلش لعيب، معلش يمكن انا كنت بلعب في نادي المقاولين او لعبت في الدوري الممتاز، وفجاه بقى اعلامي على منبر، فجاه كده تلاقيه بقى اعلامي وبقى ستار وبقى نجم. هل هو ثقف نفسه؟ هل هو درب نفسه؟ هل هو اهل نفسه ان هو يمارس هذه المهنه؟ سياده اللواء ليه وشه بيقول حاجات كتير. حضرتك عاوز تعقب على هذا؟ عايز تعقب على الامن ولا على الاعلام ولا؟ هو بدون شك يعني احنا بنتكلم ان بنقول سيد الحفيظ والقنصل، اعتقد ان الاتصالات الرسميه اللي بتحصل احنا ممكن نمشي الى حد ما على هداها.